احنا ان شاء الله ماشيين نحو القوة الاقتصادية. تتكرر العبارات وتغيب الإنجازات، ويتكرر صداها في آذان الجزائريين عقب نشرات الأخبار، لكنها غائبة عن الواقع المعيش. معنا في النقاش عبر خدمة سكايب من الجزائر دكتور حميد علوان الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي، ونور جادي عبر الهاتف البرلماني السابق عن الأفلان وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. سيد منور جادي، نبدأ معك. إنجازات 2023 وستكون هناك إنجازات كذلك 2024. هذا الخطاب الذي يسمعه الجزائريون، ولكن كثير من الجزائريين يسمعون هذا الخطاب ولكن لا يرونه في الواقع. سؤالي لك سيد منور جادي، ولكن للمواطن الجزائري، كثير من المواطنين الجزائريين أخرج للمنطقة التي تسكن فيها واسأل الجزائريين إذا يرون هذه الإنجازات التي تتحدث عنها. كثير من الجزائريين يقولون المشكلة أنه يسمعون هذا الكلام عن الأرقام الكبيرة ولكن لا يجدون حتى اللوبيا والعدس والحمص. يعني ما ردك عليهم؟ هؤلاء يعني لا يعيشون في الجزائر أم ماذا؟ غير بالعكس، هذا الناس اللي راهم يقولوا واش راك تقول انت، هما اللي مانيش عارفه منين راهم عايشين. اسكو صح عايشين في الجزائر ولا في دوله اخرى؟ حنا في الجزائر والجزائريين، انا نقول لك يعني ماشي نقول لك الشعب الجزائري راه غني، ولكن القدره الشرائيه والحمد لله بعد ما الازمه اللي جازت عليها كل دول العالم في 2020 2021 والتضخم اللي جبناه من الخارج بالحرب الإوكرانية الروسية والكوفيد، الحمد لله اليوم في 2023 2024 2023 وراح ان شاء الله 2024 تكون احسن من 23. كاين هناك تحسن في القدره الشرائيه بالتحسن، والرئيس الجمهوريه حريص كل الحرص ان القدره الشرائيه سوف تتحسن وبالارقام. طيب سنأتي إلى ذلك سيد منور جادي. دكتور حميد علوان، ما رأيك؟ أنت تعيش في الجزائر، هل ترى هذه الإنجازات أم أنك بالتأكيد ربما لا تعيش في الجزائر مثل باقي الجزائريين كما يقول سيد منور جادي الذين لا يرون هذه الإنجازات؟ يعني هناك إشكال. شكرا جزيلا، تحية سلام لك للمشاهدين، سنة طيبة شرف بها خير من الجزائريين ولعامة المسلمين. تحية متبادلة كذلك لضيف السي جادي منور، وأكن له كل الاحترام كشخص. الآن سي جادي يتكلم على إنجازات عظيمة، أنا أفتخر لما الجزائر تكون عندها إنجازات، وبالعكس نزيد ثمن هذه الإنجازات. لكن الأرقام اللي مدهم سي جادي، الفرق بيني وبينه، أنا أستاذ محاضر ألف، الصالير تاعي ما يديباسيش لي 400 أورو. هذا إذا وسيناه بالقيمة الرسمية، إذا وسيناه بالعملة الصعبة راهو يتراوح ما بين 350 حتى 370 أورو. لكن السي جادي على ما أظن دار دوموندا إذا مانيش غلط، الصالير تاعو يديباس لي 1200 أورو. هذا هو الفرق بيني وبين جادي. ولما نتكلموا على المواطن البسيط اللي يخدم في البلدية يخلص ميم با 100 أورو في الشهر، الفرق شاسع كبيرا جدا. لذلك هو عايش مع الطبقة اللي صالير تاعها في الجزائر ديباسي لي 1500 أورو. يتكلم على هذه الطبقة، نتحداه يخرج ويدير لقاء مع الشعب الجزائري في الأسواق ويتكلم بهذا الكلام، نتحداه من منبركم. ثانيا بلغة الأرقام وبلغة اقتصادية، ويتكلم على 72 مليار دولار احتياطي صرف سنة 2023. السؤال الأول يا سي جادي، منين جاء هذا احتياطي الصرف؟ هل من عقول الإطارات ولا تاع الدولة الجزائرية والوزراء والمشاريع اللي جابوهم، أم من مؤسسة سوناتراك؟ السؤال الثاني، 72 مليار اللي تتكلم عليها، أنا نعاود نفكرك، العصابة كي مشات سنة 2019 خلات للدولة أو الجزائر الجديدة في 12/12/2019 أكثر من 62 و755 مليار دولار. في منتصف سنة 2021 في الجزائر الجديدة اللي يتكلم عليها سي جادي، النهار هذا الاحتياطي وصل إلى
حوالي 43 مليار و787 دولار. شوف شحال اديتوا من الاموال في الجزائر الجديده من الجزائر القديمه يا سي جعدي. ثاني حاجه نشوفوا اسعار الصرف واش كانت مقابل الدينار في سنه 2019 وفي الجزائر الجديده اللي راك تتكلم عليها. سنه 2019 كان لكل دولار 112 دينار، في الجزائر الجديده راهو يتجاوز ال 147 دينار مقابله باليورو، واذا قابلناه بالدولار راه يتجاوز 137. هذا في بنكم رسمي. لما نروحوا الى السوق السوداء كلام واحد اخر يا سي جعدي. لما تتكلم لي عن الانجازات وهذا احتياطي صرف واش درتوا، نقول لك في سنه 2019 و2000 بدايه 2020 عدد السكان كان 43 مليون يا سي جعدي. اليوم نتكلموا على حوالي 47 مليون نسمه، 46.8 مليون نسمه يا سي جعدي. هل هذه الارقام كي تقارنها بلغه الانشاء ام تقارنها بلغه اقتصاديه؟ خليني نقول لك يا سي جعدي، احتياطي الصرف اللي كان عندنا في سنه 2019 كنا قادرين نشريو عدد هائل من طائرات الايرباص. اليوم طائره الايرباص اللي كانت تدير 200 مليون دولار في سنه 2017 18 و19 روح شوف اسعارها في السوق اليوم. طيب. المواد الاساسيه اللي كانت تشريوها في سنه 2019 كانت اقل. اذا هذه الارقام اللي راك تقارن بها سي جعدي هي لغه انشائيه مع طيب ساعطي طبعا انت سي منور شعبي مواطن يسمع فيك في خميس الخشنه، يسمع يقول باللي كلها انجازات وارقام عظيمه، ولكن يسال لماذا لا اجد حتى العدس واللوبيا ومضطر ندير لاشين واعود حتى الى اجواء السبعينات من اجل اللوبيا والعدس. يعني يتساءل سؤال بسيط. يعني نعطيك ارقام، شوف نعطيك ارقام عطيتهم لك خطا ونعاود ناكدها سي جمال. باللي في الانتاج تاع لا بوم دو تير تاع البطاطا اللي كنا نجيبوها من كندا وحاشاك دركم وحاشا الملائكه، يعني ما تخفش. يعني المهم اليوم الانتاج نتاع البطاطا 5 ملايين طن، يعني 50 مليون قنطار. الانتاج الاكبر في افريقيا والدول العربيه في مصر. ولكن كم سعر البطاطا؟ الانتاج تاعهم خليني نكمل. العدس يا سي جمال، الانتاج تاع الجزائر يفوق 900 ألف قنطار، اكبر من اي دوله عربيه. ثالثا نستحضر قال لاشين تاع مثلا تاع الحليب وتاع البصل. هذا اذا دل على شيء. هذا لي شان هذو سي باسكو نقول لك الحليب مثلا الحليب ما تنجح في حياه الدوله في العالم اللي تباع الشكاره تاع الحليب ب 2500 المواطن تاعها. اللوبيا والعدس روحوا للدول سقسوا، روحوا لجوجل وشوفوا الدول اللي كيما احنا اكثر منا شحال يسوى العدس، شحال تسوى اللوبيا، وشحال يسوى المواد الاوليه الاساسيه اللي هي الجزائر. وباللسان رئيس الجمهوريه يقول لا. طيب على بلسان رئيس الجمهوريه، على ذيك اللسان رئيس الجمهوريه كنا نسمع خطاب تبون لهذه السنه 2024، نسمع يعني ما كان يقوله السنه الماضيه خطاب العام الجديد وتهنئه تبون وتابع. ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أمان الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. دكتور حميد علوان تقريبا نفس الخطاب، يعني مع طبعا مؤشرات العام الماضي الإيجابية، الآن الإنجازات. يعني ما رأيك هذا الخطاب؟ هناك من يقول موجود على أرض الواقع، سيد منور شادي يصر أنه هناك فعلا إنجازات، بينما الجزائريون لا يرونها. يعني
مرة أخرى حتى يبدو أننا نكرر أنفسنا. يعني من هو في حالة إنكار؟ من ربما اللي كاين إنجازات وما يقدرش يشوفها فقط. يعني ربما ما نعرف، يعني ممكن تنورنا أنت يعني هذه الإنجازات التي يتم الحديث عنها، وأنه إنجازات جاية في هذا العام 2024، طبعا عام الانتخابات الرئاسية، والمؤشرات على تسويق العهدة الثانية لتبون تبدو واضحة لكثيرين. شوف سي جمال، نتكلموا بلغة بسيطة جدا، لأن سي جادي يتكلم بلغة مركبة وكأنه يمد في أرقام من البنك الدولي. أنا آخر مرة قلت له كنت حاضر وسألت هذا الناس، هما بالذات في حد ذاتهم رئيس اللجنة هو من جنسية تونسية وكان المقرر من كندا، وطرحت لهم أسئلة عن مداخيل الجزائر 13 مليار دولار اللي يتكلموا عليها خارج قطاع المحروقات، وين هي؟ أعطونا التفاصيل تاعها، ما هي الدول اللي صدرنا لها، ما هي المصفور اللي مشينا فيهم. ما جاوبونيش، وأمام الحضور والحصة راهي تقريبا لك مسجلة في جامعة الجزائر 3. ثانيا أنا مندهش، وربما سي جعدي هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة اللي يتكلم عليها سي جعدي، كنت نتمنى أمام سي عبد المجيد تبون أن اللي حقق هذه الإنجازات هو أول مسؤول على الجهاز التنفيذي وهو رئيس الحكومة. أين هو سي أيمن بن عبد الرحمن؟ هو اللي لازم يدافع على هذه الإنجازات. لكن هذه الإنجازات اللي تغيروا فيها 4 رؤساء حكومات، نطرح سؤال: إذا كان رئيس حكومة حضر كل هذه الإنجازات اللي يتكلموا عليها بين قوسين هي إنشائية، أنا الإنجازات فعلا شفت تدشين رئيس الجمهورية لمحطة قطار في الجلفة، شفت تدشين ملعب براقي ولا ملعب براقي اللي هو من مشاريع عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه، لي بروجي تاعو. هذا اللي شفت كإنجازات. ما شفتش مصانع، ما شفتش سدود كبيرة تم تدشينها، ما شفتش باخرة من صنع جزائري تم تدشينها، ما شفتش طائرة مسيرة ذاتيا تم تدشينها، ما شفتش جامعات أو ديزوبيتو، ما شفتش هذه الإنجازات. ما شفتش أنا الجزائري اللي كان يخلص مع معدلات التضخم اللي كان يخلص 25 مليار، اليوم أصبح الأسعار ولا تناسبه في الأسواق، كل أسعار المواد الأساسية زادت. البطاطا اللي يتكلم عليها سي جعدي في أحد المداخلات سي عبد المجيد تبون يقول لهم بأن البطاطا في الجزائر ما لازمش ديباسي لي 40 دينار في أغلب الأحيان، لكن نقول له يا سي جعدي البطاطا الشهر اللي فات شريتها ب 90 دينار. إذا يا سي جعدي كلامك اللي تقول ربما في الكارتي تاعك فقط، كما قال وزير الفلاحة المقال أنه عندما سأله مواطن عن سعر البطاطا قال له لا، في الكارتي تاعك برك غالية، روح الكارتي آخر تلقاها أرخص. نقارنوها بالدول الأخرى، روح امشي في باريس وشوف سعر البطاطا، من حدود للحدود، امشي في بلجيكا وشوف سعر البطاطا، امشي لتونس وشوف سعر البطاطا لا يختلف، ما يختلفش، لا يختلف اختلاف طفيف فقط، الزيادات. خليني نقول له قول سي جعدي الجزائريين اللي تحسنت معيشتهم كي يجوا خارجين لترونجي شحال يعطيو لهم في البنكه، ومنين يروحوا يشروا صوارداهم، وبشحال يشروا صوارداهم هذو اللي يروحوا سواء في دراسه او في شفاء او في دي سيمينار او في كذا. بالمناسبه سعر الدينار الان كم في السوق السوداء؟ 240. هل وصل فعلا 240 اورو يساوي 240 دينار؟ يا سي جمال في السوق السوداء الدينار مقابل اليورو وصل الى 23.85، معناتها وصل الى 24. هذه الحقيقه المره اللي ما يقدرش يقولها سي جعدي. يعني 240 دينار، يعني اورو واحد يساوي 240 دينار تقريبا، 385. وإلا ما جعدي يروح الصباح لسوق السكوار ويشوف الناس شادين الصوارده ويسقسي، كاين الالاف من الشباب صبحوا يبيعوا الصوارده في سوق السكوار. الصوارده في دول اخرى ما يتباعوش في السوق، ما يتباعوش امام محكمه عبان رمضان،
ما يتباعوش في العاصمة، ما يتباعوش في الشوارع، يمثلوا السلطة والسيادة تاع ديك الدولة. يا سي جعدي، طيب يا سي جعدي لازم في عقلي باش نآمن واش راك تتكلم. طيب أنا ولكن نقول لك يهديك إذا تتكلم على النهار قالوا لنا باللي الجزائر رايحة إلى المديونية وما نقدروش نخلصوا على الناس، السيد هذا كان يكذب على الجزائريين، والمآل تاعو اليوم راهو مانيش عارف واش بالسجن راه فيه. إذا يزينا من الكذب، لأن هذا الكذب هو لا بوليميك في الشعب الجزائري، أننا كذا وكذا. الشعب الجزائري يعرف مليح الجزائر، يعرف السيستم بوليتيك مليح في الجزائر. طيب على ذيك السيستم بوليتيك الجزائر. طيب على ذيك السيستم في الجزائر نسمع في المقابل طبعا يعني رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة يتحدث كذلك عن إنجازات معتبرة تحققها الجزائر في جميع الحالات أو المجالات. أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفاتئ تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية 31 لجامعة الدول العربية التي تشهد مخرجاتها ونتائج. سيد منور شادي يعود إليك، تفضل. أنا السؤال اللي نطرحه راني باللي هذا هو كذب. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا الصح واش راني نقول أنا، لأن نقول له سي حميد أنت راك تلبس الكوستيمات، يا سي حميد أنت راك دير الكرافطة، يا سي حميد أنت ما راكش ساكن في الشارع، راك ساكن في دار. هذا يا سي حميد أنت عندك طوموبيل، يا سي حميد أنت عندك عائلة تخدم عليها، إلا كان بالقدرة اللي تهضر عليها ولا بالفهم اللي تفهم فيها أنت كرجل اقتصادي ب 6000 و 7000 نسألك سؤال بالغلا اللي راك تهضر عليه واللي راك تشوف فيه أنت، هل تقدر أنت تشري دار؟ هل تقدر تشري طوموبيل؟ هل تقدر توكل ولادك؟ هل تقدر تشري كوستيم ودير كرافطة؟ طيب يعني كرافطة سي منور شادي، يعني كرافطة لا اسمح لي برك، كرافطة عنوان للرخاء. خليني نهضر معك، خليني كنت تحبسوا قبيلات، نعطيك انا كل عام كل عيد كبير يقولوا باللي الجزائري ما يقبلش يشري كبش العيد، الجزائري فقر واللحم مغلاء، ولكن تحدى اي انسان وهذه الخاطب كل الضمائر الحيه في داخل وخارج الجزائر بان روح في النهار الاخر نتاع لافي نتاع العيد وحوس كاع القطب الجزائري اللي لقيت كبش يتباع. ثانيا الناس كانت تهضر على لماذا الناس كانت تهضر على كاع باسكو الجزائريين اغلبيتهم قادرين يشتروا لي سي بوسا. الفقير يروح يدير لاشين باش يشري طوموبيل، الفقير لو كان ما عندوش ما نسميش الدول ما نسميهمش، ولكن خليهم في ضميركم. هل قادر يشري كيلو تاع العدس ب 80,000؟ الجزائر قرعه نتاع الغاز يشريها ب 20,000 وايور يشريوها ب 80,000. القنطار نتاع الفرينه في الجزائر يسوى ليكيفالونس تاع 16 دولار، في بعض الدول يلحق ل 80 90 دولار. طيب هو السعر الحقيقي نتاع الجزائري، المدخول نتاع الجزائري في هذا الشيء، في التريسيتي، في الغاز، في كل الجزائر تخسر على المواطن الجزائري تقريبا 50 مليار دولار كتحويلات اجتماعيه في كل الميادين، في الصحه، في التربيه. 50 مليار دولار متاكد السيد منور شادي؟ يعني حتى السلطه تقول 16 17 مليار دولار. سي حميد للرئيس يكون وزير اول ماهوش رئيس حكومه، وحنا اليوم ما عندناش رئيس حكومه، عندنا وزير اول يطبق برنامج رئيس الجمهوريه وليس العكس. طيب خلينا نسمع دكتور في الجزائري. طيب خليك معنا دكتور حميد علوان. يعني منور شادي يعني ترى انه واحد يلبس كرافطة علامة من علامات الرخاء، يعني قد يبدو هذا غريبا. دكتور حميد علوان تفضل. قبل ما نجاوب سي جعدي نقول له احترم نفسك. انا ما نكذبش، 450 اورو وكي تكونفرتيها يا سي جعدي نزيد نكررها لك اي توصل الى غايه 110,000 يا سي جعدي. لما تعرفش تحسب روح عاود قرا.
ما قلتش له خلص 7 ملايين، قلت له خلص 450 اورو كي تكونفيرتيها في سوق السكوار، لانني لو كان نروح نحب نكونفيرتيها عندكم في الجزائر الجديده تاعكم في البنك ما يقبلونيش، طاوني 90 اورو، طاوني 90 اورو كي جيت خارج يا سي جعدي. كل احترام هذه نقاش تاع قهوه، هذا نقاش تاع قهوه. طيب خلينا سي منور، خلي كل واحد يعبر رايه. يعني هو قال نبقى في نقاش الافكار افضل. تفضل دكتور حميد علي. انا قلت له احترم نفسك، انا ما نكذبش. المشاهد الجزائري راني نتلاقيهم بالبلاطو الاخير فقط اللي درته، كل واحد يسالني هذا السيد وين عايش. اذا ما يعرفش حقيقته يخرج للشارع ويروح يقرا التعليقات على هذاك البلاطو، يشوف الناس واش تقول على سي جعدي. انا خليني نحترمك يا سي جعدي، ومستواك جد ضعيف. طيب. ونطلب منك سي جمال كي ما تجيبنيش معاك. طيب خلينا ربما نعود الى حديث الانجازات. نسمع مره اخرى ما قاله شنقريحه، ان البلاد تعرف انجازات منشوده بقياده تبون كما يقول. نتابع. بلدنا اليوم تحت قيادتكم الرشيده من انجازات مشهوده ونهضه محموده، ليس إلا امتداد لتلك الفترات الذهبية من تاريخنا المجيد، وملحمة أخرى أعادت لأمتنا الأمل والطموح. طيب منور جادي، نبقى في نقاش الأفكار. رجاء. شنقريحة أيضا يتحدث عن إنجازات، والكل يتحدث عن إنجازات. تبون يتحدث 2024. هل القصة واضحة، أنه المؤشرات واضحة على تسويق العهدة الثانية 2024، السنة الأخيرة من العهدة الأولى لتبون وسنة الانتخابات الرئاسية؟ وهذا هو السؤال. كل الدول الغيورة والحاسدة على تقدم الجزائر، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي للجزائر قلق بزاف الناس وبعض الدول، وهذا التلاحم ما بين مؤسسات تاع الدوله، مؤسسه الرئاسه الجمهوريه ومؤسسه الجيش الوطني الشعبي اللي يفتخر به الشعب الجزائري، وهو الاساس نتاع الدوله الجزائريه، والمؤسسات التشريعيه، البرلمان بغرفته، وكل ومؤسسه الامن. يعني هل هناك دوله يخطب فيها رئيس اركان الجيش بهذا الشكل منور جادي؟ عندنا رئيس الجمهوريه عمره ما كان ماشي من الجيش. رئيس الجمهوريه هو سيفيل، كاع الناس تعرفوا باللي كان والي وكان وزير، وما نقطع وزير الحكومه، ودوك راه رئيس جمهوريه. ماهوش عسكري. وحنا كل المؤسسات تاع الدوله هما ماهوش عسكر. وهذه التهمه اللي يديروها الناس الحسابين والناس الغيورين على الجزائر، وضعت من طرف السيد رئيس الجمهوريه والتحام المؤسسات تاع الدوله حول البرنامج تاعو والنهوض بالاقتصاد الجزائري. والحمد لله رانا في الطريق الصحيح، والايام بيننا يا سي جمال. طيب ولكن انت سي منور جادي، انت كنت معنا في 2018 حتى 2019، كنت تقول نفس الشيء عن بوتفليقه والعهده الخامسه حينها، وكنت تقول الايام بيننا. الايام اثبتت شيئا اخر. يعني طبعا حينها تبون قال لن يترشح وسيدعم بوتفليقه للعهده الخامسه. يعني انت تعرف واش صرا من 2014 ل 2019 يا سي جمال. ورئيس الجمهوريه الله يرحمه ويسع عليه دار انجازات كبرى اللي تشد عليه غدوه ان شاء الله، لا داعي لذكرها. وسي تبون رئيس الجمهوريه جاء في 2019 ليكمل المسيره، والحمد لله جاي يكمل مسيره بوتفليقه، ولكن يصف تلك المرحله بانها مرحله العصابه. طبعا مع انه هو الذي كان يقسم بانه برنامج فخامه الرئيس بوتفليقه سيستمر. بوتفليقه بالنسبه لخطاب تبون والانجازات انه من العصابه، والعصابه هي التي تتآمر على الانجازات في الجزائر الجديده. شوف القرارات نتاع السيد رئيس الجمهوريه بداها كل 54 تعهد نتاعو 99 نجز منها، ومازال قليل ان شاء الله في 2024. والقرارات شجاعه
نتاع استغلال المناجم نتاع اميزور والمنجم نتاع غرج بلاد والمنجم نتاع الفوسفات وطريق السكه الحديديه من تبسه العنبه وسكيكدا، السكه الحديديه من بشار تندوف ومن حتى ان شاء الله تم الرصد. هذا هو من الانجازات تاع تم الرصد بالمناسبه الجديده. بالمناسبه تم الرصد الى قطار تم الرصد الذي ينطلق تي جي في من العاصمه الى تم الرصد. راه في المشروع يا سي راه يعني في العهده الثانيه. راه العهده الثانيه ان شاء الله بحول الله. طيب ابقى معنا منور سعدي دكتور حميد علوان. يعني ما رايك هذا خطاب الانجازات؟ يعني القصه منه واضحه، الحسابات منه واضحه، حديث انجازات لا يراها المواطن الجزائري. في المقابل طبعا منور جعدي واخرين يرونها، وتبدو للمراقبين القصه كلها مرتبطه بتسويق عهده ثانيه 2024 عام الانتخابات الرئاسي. بطبيعه الحال الناس المستفاده، الناس اللي صالير تاعهم 15 فوا تاع الاجر القاعدي الجزائري البسيط، يتمنى ان نفس المنظومه تبقى ونفس الانجازات اللي هو يتكلم عليهم. ويسمح لي اونتر بارونتيز جعدي جو بونس ما يفرقش حتى بين تي جي بي ترونسبور ا غران فيتاس بارابور القطار اللي ما يديباسيش 100 كيلومتر في الساعه والتي جي بي اللي يفوت 300 كيلومتر في الساعه. هذه الانجازات اللي كانت في الخطابات اليوم ما شفناهاش. اليوم اذا بغينا الى عهده ثانيه، واذا كان الناس يدافعوا كيسي جعدي على العهده الثانيه وعلى انجازات اللي يتكلم عليهم هو في عالم الاحلام، انا مدهوش هل هو فعلا عايش في الجزائر؟ وهل فلان اللي خرجت فرنسا كانوا يفكروا بهذا المنطق؟ كم انا حزين على الجزائر يا سي جمال امام المشاهد الكريم. هذا الناس المتملقين اللي ياكلوا في كل زاسيات. طيب خلينا نبقى في نقاش الافكار. رجاء حميد علوان، خلينا نستفيد منك كاقتصادي. سأنسحب من هذا البلان. اعطيني الفرصه نتكلم. تفضل سي حميد. خليني نقول لك ان لما تسمع سي جعدي يتكلم على غرج بلاد ويتكلم على مباطن الارض، وفي الدول الاخرى يتكلموا على اقتصاد الصحه، يتكلموا على النيميريك، يتكلموا على الاسباس، يتكلموا على التكنولوجيات الحديثه، يتكلموا على الطائرات بدون طيار، يتكلموا على انجازات اللي ربما السياره بدون بنزين كهربائيه، يتكلموا على الثوره الخامسه، فاتوا الثوره الرابعه اللي هي ديجيتال، اليوم يتكلموا على ثوره اخرى في الصناعات. سي جعدي مازال يتكلم لي على ما موجود في باطن الارض، الفوسفات والحديد وكذا. الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى لما شاف هذه الجزائر فيها مثل هذا الناس يفكروا هكذا اعطانا خيرات كبار، والا رانا ربما متشردين في هذه البلاد. وثانيا نقول له بان علوان هذا اللي يشوف فيه لابس كرافاطه، سي جعدي اذا كانت الكرافاطه هي معيار، نقول لك باللي اللباس في دول اخرى اصبح ما عندوش اهميه. الناس ما عادوش يتكلموا عن اللباس والشرب، عادوا يتكلموا على مستوى معين. روح كومباري لا نورفيج يا سي جعدي، روح كومباري لا سويس يا سي جعدي، روح كومباري دبي، قطر، الامارات، كومباري هذه الدول اللي هي دول ريعيه. اليوم اذا كانت كومباريني بانني عندي دار يكثر خير الرب سبحانه وتعالى مؤسسه سوناتراك، اما افكارهم ما جابوا ولا شيء للجزائر، ما جابوا لا صناعه للجزائر منذ 62 وسي جعدي مشارك في لافلان، ما دارولناش مصنع نفتخروا به منذ السبعينات. كيفاش الجزائر نجوا نتكلموا بهذه الخطابات وهذه الانجازات؟ شكرا لك دكتور حميد علوان.